عمدين راهنانت بابت كعب بن الزهيري. طبعا مبدئيا معاني كلمات الداينتا أفا بوتا مهمن بويزاري تبزاني بايفي راماناي تشيا أنبئتو أخبرتو. أو عدني بمعنى هددني. مهند بمعنى سيف، يعني مهند شيرة هر سيف. عصبة يعني كومك جماعة. هيجا يعني حربة. أبد دريج مهم من قال جارتين وزاري بوتا شرحة بايفيه، يعني بشتاتا الوشات تبجي جمع واشية بواشي كيا. أي فساد هو الذي ينقل الحديث عن شخص إلى آخر لإيقاع الفتنة بينهما. أبا مهمة تبزاني أبها كيا شرحة بايفيه. أم بشتاتا مثلا فيري ايكش انبياء بنو اسرائيل ابي بدرعي مشهور كيا داود عليه السلام. هو ذاك هو ذاك عربايا المكة جيانت عصر جاهلي دا قريش. أفا مهم في تبخويني فانا. أمين تمرينه معجم النص ودلالاته. باش تكثر في هذا النص المفردات الغريبة الصعبة الفهم. أستخرج بعضا منها ثم أعلل صعوبة فهمها. باش هندك بيف ادفي قصيدة دا. هندك بيبت هين رامانا بو من يعني زحمته. بوچ بو من زحمته، يعني سبب زحمتي آنا چیه؟ دی بيجي او بيبت هاتين بكار اینان دوی قصيدة دا. ات زمان مداناين بكار اینان، يعني نو که وقتك عربي قلتتا خفت مستحيل او بشتتا عرانين آن سرابيل اف بيبت وي زمانينه هر عربينه بس هنگت هاتن بكار اینان. ساكت بشتن وسبب صعوبة فهمها أنها لم تعد اليوم كثيرة التداول كما في عصر صدر الإسلام. هنگت هاتن بكار اینان ننوكه لا ما بوده بچكي بزحمتن. اوه مهم مثلا او پیوت بشتتاوی عصری تاتن بکار اینان اوه تابوتا ببن هل بجاردن او مهم تبزاني. وبين ارتباط هذه الأبيات بسيرة صاحبها. طبعا بشتا من اف قصيدها چه علاقة بجياناوي شاعري بها يا اف أبيات موارگرتين دي بجي بالي علاقة بها چنكي بو من پارچه حياتوي شرحت كد اف قصيدة. با مزانی مش خلال وی قصیده مزانی کو اوی شاعریت وقته که دا هجا پیغمبری کر بی صلاف لبن فاهدر دمهود بشتن و قتل وی حلال کربین ثم جاءها مستأمنا فعفا عنه. طبعا اف بینج بیتت عاولی بو مدیارت کد کاجیانا وی دا وقته کش وقتا اف رویدا نچه ببی. وفيها أيضا قيم جاهلية إسلامية. طبعا اف شاعرها مبريكا قصيدوي زاني اف شاعرها طام جاهلي اسلامية، يعني هر دو عصر ديتين جاهلي جديدي و اسلامي جديدي مشركا قصيدة زاني چنكي بيف ديار. ما يدل على أن الشاعر ولد في الجاهلية وأدرك صدر الإسلام. يا ديار أبو مكو أبي شاعري عصر جاهلي جديدي وعصر صدر الإسلام بديدي، يعني شاعرك مخاطرمه. مهم ناف تمرينها بوي زاري. تمرين السيه باشا ما چا زاني أبي شاعري يعني عصر صدر الإسلامي ديدي وش قصيداي طبعا كشف الفيري هندك بيبي بكار إيناين أو بيبنا أبد دلالات هنددن كو عفو يا بكار إيناي مواعيد القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم نور الرسول سيف هيبو من هندك بيبي بكار إيناين كو يتوي زمانينا أبا أو بيبي تبهانا أبي تتقصيداوي دهاتين مزاني كو أبي شاعري عصر صدر الإسلام يديدي. اف تمرين مهمة تبزاني چنكي افا ويزاري قال جاي هاتي تتشي ليب قاري سحكي أسئلات بشت ما الحدث الإسلامي الكبير الذي أشار إليه الشاعر في البيت السادس. بشتن أو چرو يدانا گرنگ بي يا ميجوي يا گرنگه افا الإسلام دا چه بي أبي شاعري إشارات بيداد بيتكش بيتت خودا دي بيجي بيتا ششه. طبعا ويزاري بوتنا إنت بيتا چند اما دي بوتاوه بيت دينت سر أسئلة. أود بشت في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. دي بوتافي بيت دينت سر أسئلة دي بشت دي الله او چرا دانا گرنگت في بيت دهاتي ديار کرن. دي بيجي او وقت هجرة چه بيش مكة هبو مدينة اتوير دابو مديارت كد. هو هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يثرب. مهمًا بسيارة بينجي أستخرج من البيتين الأخيرين بشتن أزدي سحكم هر دو بيت الدموهيك أبيت قصيدة ما يدل على تأثر شعر صدر الإسلام بالقيم الجاهلية. سحكني وقت إسلام هاتي صاد حمي تشتلاغي نكر
او يعني نهات قوت عربو همي تشتي وخلتها نخير هندك تشتي تازه فطريا الدافوان هبي تشتي بها الداف عربو هبين ما نلقى عصر صدر الإسلام ده جي أو يعني او تشتامان القلوانا تشبين القل عرب ومان او تشتشتي تازبي دي بيجي شجاعة وعنفوان وهيراكي وهيزوان وتسلح كار إنانا تشاكي وتعاود النصر وسركفتن بدس خوفات إنان يعني افتشتتها تازبين القلوانا ومان القلوان افا قيم جاهلينا والصبر والتماسك بعد الهزيمة واگر هاد با يعني خسارت بوانت معركة كده يعني شرع كده بهم فرح بين يعني تشتي تازه بين الدافوانا ومان القلوان حتى إسلام جهاتي القلوانا بي تمرينه قهت الله ليبت زاكت بش تراكيب النص وأساليبه في البيتين الأولين تدبون بحث بيت ايكي ودويتكب يتركب الشطر الأول من جملة فعلية والثاني من جملة اسمية. أين أجد دلالة على حدث طارئ وعلى الثبات والاستمرار؟ سحكنه چه معنى آن چه فرقنا بين حدث طارئ چيه وثبات واستمرار چيه؟ نوكا هكر از بجماتا احترق منزلي آنجي از بجماتا انفجر إطار سيارتي أفا جملة فعلية يا بوشي چنكي أولا از بكارك هاتيم رستم بكارك دست بكري ورامانا وقتی بجم احترق منزلي مالام الصوت أفا رويدانا كبت أسري أبجهمي طارئة بت أبجهمي زيكا آن از بجماتا انفجر إطار سيارتي تايري سياران باقي أفا حدثك طارئة بت أبچم چار سري بكم عالسريع أود بجني حدث طارئ دائما جملة فعلية داتت نحمي جملة فعلي دا بس أغلبها وقتی تو بحدثك طارئ دست بتكي وسط ديار كرن باباشا مزاني حدث طارئ چيه وكانجي تهت باباشا ثبات واستمرار كانجي تهت دي بيجي جملة اسمية داتت يعني مثلا از بجمتا الأخلاق صفة حميدة بجمتا أخلاق صفتك تازه ها إيه ثابتة هردم أخلاق صفتك تازه أود بيج تازه بيجني ثبات واستمرار باشا أبي چاب كار إنايت قصيتي داد بيجي بله أبي بكار إناي يعني وقت استم صحت كمي بيتا ايكي ودوي سحكي بكاري دست بكري وحدثك طارئة كشتناوية حال دايهاتي دا أسري چار سر بكت وقت زاني لبورين سحكي بناوي دست بكر هي ألف لام بيبا ألف لام بيبا وقت زاني لبورين بمعنى ثبات واستمرار جملة اسمية جملة فعلية حدث طارئة وثبات واستمرار أمدهن سحكنت بشتن في الشطر الأول دلالة على حدث طارئ وفي الشطر الثاني دلالة على الثبات والاستمرار فالعفو ثابت عند رسول الله وليس طارئا. يا ديفتا ما دلالة المصدر الوارد في مطلع البيت الثالث بشتن أو جاوكي هاتي بكار إنانه أفيد دسبيكا بيت السيدة راماناي چيه أفجاوكيها مهلا طبعا هذا مصدر نائب عن فعل الأمر نا أمره يعني حاشا قلت يا پیغمبري صلى الله عليه كو أمرك لكريا نخير أفا رجاء خاستي جاوكا رامانا هندي تتن سحكي چد بيشتن رامانا چدت أو جاوكا يحمل هذا المصدر معنى فعل الأمر أمهل الدال على الترجي والالتماس والعفو طبعا أفا وزاري برينو که هاتی رجاء بخازد و دا خاز عفو بكت لو ما اوی جاوك بكار اینا نه امر كريه داله ببورن أدل على أداتي التوكيد في البيت الخامس أمدين بشتن هكاتب ببر خوب دي بيتا بينجي اف بيتها دو أداة توكيد يا بكار إناي چو بكار إناي نبي شاعري دبيجي اوي إنا بكار إناي أداة التوكيد هما إن واللام الداخلة على نور بله احمد دو أداة توكيد ديتن إن ولام باشه بو چه اوی دو بکار اینان نه ایک دو بکار اینان دا چه شک و گمان نمینن که فعلا اوی هاتی بسرمان بد سحكت بشتن وقد استخدمهما الشاعر دفعا لكل شك وتأكيدا لاعتناقه الإسلام وإيمانه بمبادئه السماوية دا چه شک و گمان چه نبن که فعلا هاتی دف پیغمبر خوده و تأکید لید کت اوی باوری بخوده و پیغمبری و بکتب عصمانی اینای که اوی ها هاتی بسرمان ببد لو ما دو جارة أداة توكيد بكار إينا
أما هن تمرين ديفدا. أستخرج من البيتين الأولين الكلمات والتعبيرات المتكررة ثم أعلل تكرارها. بشتن أزدش بيتين دست بيكي وان بيوا هل بجيرم أبد هاتين دوباره كرن و ديار كم بوچ دوباره بين. يعني مثلا رسول الله يهاتي دوباره كرن، عفو عذر جيهات، يعني هربش لا يراماني في هاتي دوباره كرن بوچي تش دوباره بد. بشتن سبب هذا التكرار هو التجديد على إيمان الشهر. أبي هاتي و اعترافت كتكو پیغمبر صلی الله علیه بن پیغمبر خودیه و عفو جی ایکش تعالیم تازه اسلامی نتشتید بهایه لو ما اوی تکرار کر کوی هاتی و اعترافت کت.